التين من أعظم الفواكه فوائد صحية لجسم الإنسان، ولذلك ذكر قبل الزيتون. وقد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طبق من التين فأكل منه وأكل الصحابة وقال: هذه ثمرة تشبه ثمار الجنة. الجنة ثمارها تؤكل كلها، ليس في الجنة ثمرة يرمى منها شيء. تجد الثمار عندنا في الدنيا كلها يرمى منها. لو أخذت الموز نزعت القشر ورميته وأكلت. لو أخذت التفاح جاءك البذر بداخله. لو أخذت البرتقال جلدة نزعته ورميته. لو أخذت التمر أكلت ورميت النوى. إلا الزيتون فلا يرمى منه شيء، يؤكل بجلد. إلا التين، عفوا، إلا التين. حتى الزيتون يرمى نواه، ترمى منه النوى، لكن التين كثمار الجنة يؤكل كله. لو أخذنا التين وجدنا أنه ينقسم إلى قسمين أساسيين: التين الجديد الطازج والتين المجفف، فتأكل منه طازجا في زمنه وتأكل منه مجففا في غير زمنه، فشابه التمر، يؤكل رطبا ويؤكل أيضا يابسا. فأصبح التين معك طوال العام، كما أن التمر معك طوال العام، كما أن الزيتون معك طوال العام، تعصره زيتا وتأكله رطبا. طيب، إذن التين هذا من فوائده الطبية أنه يعين على صحة الجسم بصفة عامة، ويزيد من نسبة الأشياء التي